معانا 4 تشكيلات، 4 خطط للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، ودي أول خطة معانا. في حراسة المرمى محمد الشناوي، 4 في الدفاع مصطفى العش وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني. خط الوسط مروان عطية وبن رمضان وإمام عاشور. في الهجوم زيزو وبن شرقي ووسام أبو علي. دي الخطة الأولى اللي معانا النادي الأهلي، اللي هو هيلعب فيها 4-3-2-1، وهي خطة هجومية وخطة شكلها جميل، واللعيبة الموجودة قوية جدا. فهي من الخطط اللي عجباني، اللي الأهلي نفسي أتمنى الأهلي يلعب بالتشكيلة دي. خطة روعة، ودفاع هيبقى روعة جدا طبعا بوجود حمدي فتحي. هوريك التشكيلة التانية وهي غير التشكيلة دي خالص. التشكيلة التانية: في حراسة المرمى محمد الشناوي، 3 في الدفاع أشرف داري وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 4 خط وسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وبن رمضان. في الهجوم زيزو وتريزيجيه وجريدة شار. دي خطة برضو من الخطط الأهلي اللي ممكن يلعب بيها، اللي هو 3-4-2-1. برضو خطة هجومية وقوية جدا، بس هنا هجومية بس دفاعيا هتبقى ممكن ضعيفة شوية. طبعا 3 لعيبة ورا و4 في النص ممكن يسيطروا على نص الملعب أكتر من التشكيلة ديكهاي. مع طبعا موجود تريزيجيه وزيزو وجريداشار في الهجوم غير التشكيله دي. التشكيله الثالثه معانا وهي محمد الشناوي ومصطفى العش واشرف داري وياسر ابراهيم ومحمد هاني. في الوسط امام عاشور وحمدي فتحي وتريزيجيه. في الهجوم زيزو وبن شرقي ووسام. طبعا في لعيبه اتغيرت في التشكيلات اللي فاتت، ودي خطه تانية: 4-3-2-1. فبرضه التشكيله دي دفاعيا وجميله برضه، مع وجود برضه تريزيجيه وبن شرقي. بس هو اللي انا بعلق فيه اللي هو موضوع تريزيجيه ده، يا ريت يخف من الانانيه شويه. طبعا في نص الملعب امام وحمدي رائعين جدا طبعا، وزيزو طبعا وبن شرقي ووسام ابو علي هداف الدوري. فهي تشكيله جميله جدا يا جماعه. الحاجة الأخيرة بقى، أنا عامل لك تشكيلة اللعيبة كلك اللي المفروض هيلعبوا. مش كل اللعيبة، هم 27 لاعب بس مش كلهم بقى. أنت تختار منهم، أنت كأهلاوي تختار مين اللي يلعب في المكان ده. طبعا موجود الشناوي وشوبير في حراس المرمى. وفي الدفاع عندك مصطفى العيش وياسر إبراهيم وأشرف داري ومحمد هاني وعطية الله. وفي خط الوسط كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي وبن رمضان وإمام عاشور. وفي الهجوم كلك بقى محمد طاهر وزيزو وحسين الشحات وجريديشار ووسام في الهجوم، وبن شرقي وتريزيجيه وبن شرقي وتريزيجيه. انت كاهلاوي تختار مين اللي يفضل في الملعب في المباراه الجايه. طبعا هيبقى انتر ميامي المباراه الاولى، فهتبقى مباراه برضو قويه، ولازم الاهلي هيجس النجم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه ليوصل لك كل جديد.